السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم شباب؟ رجعت لكم فيديو جديد. هذا الفيديو بطلب من المتابعين لإلي، وتحياتي لأحلى متابعين. فيديو اليوم راح نحكي عن طريقة حل مشكلة إغلاق المحادثة مع البطيخ البوت. هذا البوت ماضي البني آدم ما سب عليه، وسب على لعبة كلاش اوف كلانز. بس لعيونكم يا شباب، اليوم راح نتخطى مشكلة هذا البوت الكلب يعني. أنا بوت ماني كلب. وراح نحل هاي المشكلة، وراح نراسل الشركة شخصيا. راح نتراسل مع إنسان. كيف بدنا نتراسل مع إنسان؟ الطريقة بسيطة، تابعوا معنا الفيديو للأخير. حبيب القلب، إذا بعدك ما عملت لنا لايك يا زلمة اعمل لايك، ضغطة زر ما أنا خسران شي. لعيونك ولعيوني أحلى لايك وأحلى اشتراك إذا كنت أنت جديد، لنكبر بهيك متابعين. وأعطينا الانترو. طبعا شباب، مثل ما متعودين كالعادة انه لما نجي بدنا نراسل الشركة بدنا نروح للاعدادات، بعدين نفوت على الحساب مفقود من الروتين اللي كنا متعودين عليه ايام زمان. اما هلا اختلف الوضع نهائيا، وصار فينا نتراسل مع الشركة فورا بدون ما نتواصل مع البوت. رح يظهر لك خيارين هلا رح نشوفهم. الخيار الاول فيك تتواصل مع البوت، والخيار الثاني فيك تتواصل مع الشركة. بعد ما توجهنا للاعدادات بدنا نروح للحساب، للمساعدة والدعم. بعدين راح نتوجه للفقاعة الزرقاء تبع المحادثة الموجودة بالزاوية. بس ضغطنا عليها شباب، مثل ما كنتم شايفين في عنا خيارين: خيار اترك رسالة، وخيار ابدأ محادثة مباشرة. خيار اترك رسالة هو بيحكي عن البوت، انه بس ضغطت عليها راح تفوت على البوت مباشرة. اما خلال ابدأ محادثة مباشرة شباب، هو راح يراسلك مع الشركة مباشرة. انا ليش مظاهر عندي؟ لانه انا عايش بسوريا ومشغل VPN، فالVPN اللي عندي ما بيدعم المحادثة المباشرة. ولهون شباب بنكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو. اذا عجبك الفيديو اشترك بالقناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.